معاذ الليبي، أو كما يسمي نفسه البوم الليبي. هذا الأخ الليبي فرض نفسه وبقوة. الرجل لديه إمكانيات لغوية هائلة حقيقة، وبلاغة منقطعة النظير، أبهر الكل. فرض نفسه كمتكتك جديد حقيقة، أو ربما أنه قديم لا أعلم. الجميع أراد أنه يكون ضيفا في لايف من اللايفات، وفعلا تم التنسيق مع الأخ معاذ على أن يكون ضيفي الليلة في لايف الليلة إن شاء الله في التيك توك هنا، ما بين 5:30 إلى 6. لا أستطيع التحديد بالضبط، لكن من 5:30 إلى 6 بتوقيت لندن. سيكون الأخ معاذ أو البوم الليبي موجود عندنا، نسولف معه، نزيد ننبش يعني قدراته وننبش مواهبه. وأنا أتوقع أنه هو إذا استمر هكذا أنه سيكون له شأن في التيك توك. هذا نزولا عند رغبة الجمهور الكريم. كلهم قالوا نريد جلسة خاصة مع معاذ. هي لن تكون خاصة، يعني سيكون لايف عادي، اللهم أنه سيكون فيه ضيفا رئيسيا. الأخ معاذ سيكون ضيف رئيسي إذا حدا يريد، لأنه في كثير حاولوا يناقشوه أو يريدوا يناقشوه، بعض الإخوة الجزائريين وبعض الإخوة حتى مغاربة، بل أن هناك ليبيون لهم وجهة نظر حول الأخ معاذ أو البوم الليبي. فاليوم نسولف معه، ولا نستفيد من مواهب حقيقة. كما قلت لكم القدرات البلاغية عنده هائلة، والمعلومات التاريخية أيضا عنده يعني غزيرة. ثانيا يعني قوة الطرح وأسلوب الطرح وسلاسة الكلام ينبئ أنك أمام واحد يفرض نفسه ويشد الانتباه. يعني في ناس سبحان الله كذا يخليك تعطيه أذنك، يعني تبقى أذن صاغية عندما يتكلم، عكس البعض يعني ما تقدرش يعمل لك تلوث سمعي. الأخ معاذ أنا بصراحة من أجمل وأروع الناس الذي مروا في التيك توك. سنناقشه تاريخيا، ونناقشه في العلاقة ما بين المغرب والجزائر أكثر، نتعمق معه. ثانيا في العلاقة ما بين ليبيا، ماذا كان موقع ليبيا من الإعراب يعني في حقبة الحسن الثاني وما بعد الحسن الثاني والآن، وكيف علاقة ليبيا اليوم يعني ما بين المغرب والجزائر. كونوا معنا، الله يزوجكم كلكم. ويعني أتمنى أنه يكون التواجد هكذا يليق بالأخ معاذ بصراحة لابد أن يكون اللايف الذي هو فيه من نوعية خاصة. وانتم من الآن جهزوا لكم مداخلات وجهزوا لكم أسئلة، إذا تريدوا أسئلة، مو أسئلة نناقش الرجل كذا ننبش. أنا ما كان عنده مشكلة في الميكروفون أولا، وكانوا يقاطعوا الإخوة الجزائريين في اللايف الأخير، وأنا بصراحة كنت أريد يعني هكذا انكش نخرج ايش عنده، لأنه يبدو أنه عنده حاجات كثيرة. كونوا على الموعد ما بين 5:30 إلى 6 مساء بتوقيت لندن الليلة الجمعة، تاريخ مدري 11، اليوم 11/8 تقريبا، في هذا الحدود. إلى اللقاء يا قوم.